ما ينفعش انثى تكون عصبيه، بتفقد انوثتها، بتفقد شكلها، بتفقد حيائها، منظرها. ما ينفعش ست تكون عصبيه. طب لو هي عصبيه وحسيت انك عصبيه، دي العلاج بقى. طب انا جه موقف وانا ان شاء الله يعني خلاص انا فاكره الكلام وهاخد نفس وهبقى مش عارف زي ما قلنا في جميع الحلقات، تاخدي نفس وبتهدي، بتعملي فصل الكلام، بتسيبي المكان فعلا اللي انت زعقتي فيه او رد فعلك كان عنيف فيه وتروحي مكان تاني، مكان خلاص ده وحش فيه طاقه سلبيه، اروح مكان تاني. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو واقف اقعد ولو اقعد انام او اروح اتوضى. خدت الحاجات دي وبرده جه الموقف ولقيت نفسي بتعصب. وانت سمعتي نفسك، يعني اول مره المخ مش هيلقط، تاني مره اللاواعي عندك هيلقط. انا سمعت نفسي وانا عصبيه، احول الدنيا. عارفه انت اللي بيقلب الترابيزه على احول الموقف. يعني اعمل ايه؟ ايه ده، هو انا كان صوتي عالي قوي كده؟ والله ده شكلي مش صوتي مش قد كده وهو عالي. طب نحاول نجرب صوت بدرجه اقل. انا بعمل ايه؟ بكسر حاجز وبكسر صوره هو واخدها، هو كده لخبطت له فصين